النهارده بقى هنحكي حكايه بين 10 اومنيفيرس واللي فيها بين بيرجع بقى بساعه جديده. حرفيا الساعه دي بتكون مليانه فضائيين كتيره جدا وقويه جدا، وهنشوفه بقى بيتحول لاليان اكس عشان ينقذ الكون كله، وقابل بقى بين اقوى الفضائيين اللي عندهم قوه خارقه مختلفه، بس اختارهم كان كايبر، وده شخص كده عنده نيمتريكس، آلة كده زي الساعه بتاع بين، ودي بيحطها في الكلب بتاعه بتخليه يتحول لفضائيين كتير. فتفتكروا بين هيهزمه ويعدي من كل التحديات دي وينقذ الكون كله، ولا ايه اللي ممكن يحصل؟ ده اللي هنعرفه في حكايتنا النهارده. فاعملوا بقى لايك للفيديو واشتراك في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم الفيديوهات الجديده اول ما تنزل. وحابب اعرفكم ان احنا عملنا كمان بين 10 كلاسيك واليان فورس والتيمات اليان، واللي هتلاقوا اللينك بتاعهم تحت في الديسكربشن اتفرجوا عليهم. ويلا نبدا حكايتنا، واللي بتبدا بقى مع بين وكيفن وجوين، وبيكونوا بيطاردوا زومبوزو عشان بيكون بيسرق ماده خطيره جدا وعمال يجري بيها من المكان. فبيتحول بعد كده بين وبيمسك كيفن وبيرميه على زومبوزو واللي بيقلبه، وبيقدروا انهم يمسكوه وبياخدوا منه بعد كده الماده دي. وبعدها بيخلصوا المهمه بتاعتهم بنجاح. بتعرفوا بعد كده جوين انها للاسف مش هتكمل معاه في المدينه، وانها هتروح بلد تانية عشان تدخل الجامعه بتاعتها وتدرس هناك، وان كيفن كمان هيروح معاه عشان هم مأنتمين وكده يعني. وبيودعوا بعد كده بين، واللي بيكون متاثر جدا انهم هيسيبوه وبيمشي، وبتحضنه وبتقول له ما تقلقش احنا هنيجي نزورك في الاجازات، وبيخلعوا فورا من قلب المكان. اما بين بقى فبيمشي من المكان وبيرجع مقر البلامرز، وبيروح يقابل الجد ماكس، واللي بينادى على بين وبيقول له انه عايزه في حاجه مهمه جدا. بس قبل ما يقول له اي حاجه جرس الانذار فجاه بيرن، فبيجري بين عشان يشوف ايه اللي بيحصل. فبيقول له ماكس انه يستنى الدعم، بس بين ما بيستناش وبيجري فورا من قلب المكان، وبيلاقي متجر اتدمر بالكامل، واللي عامل كده بيكون شخص واقف ومعاه كلب وشكله بيكون مرعب. ولما بيصفر الكلب ده بيتحول وبيجري على بين وبيبدا يهجم عليه. فبيتحول بين بعد كده وبيبدا يتقاتل مع الوحش ده لحد ما بيوقع بين المبنى عليه. والشخص ده لما بيصفر تاني الكلب بيرجع لطبيعته وبيرجع له فورا. وفي اللحظه دي بيطلع بعد كده صاحب المتجر اللي اتدمر، فبيساله بين هو مين اللي عامل فيك كده. فبيقول له ان دول زي الفتوه يعني وكده، اللي هو لازم ندفع لهم عشان يفضل في امان وما يعرضهمش للخطر والجو ده، وعشان انا ما كانش معايا فلوس ادفع له المتجر بتاعي اتدمر بالكامل ولا دلوقتي فلس. وبيقول له ان الشخص ده كمان بيهدد كل التجار. فبيمشي بعد كده بين من المكان وبيروح لمتجر تاني بتاع واحد تاني، ولما بيسأله بيقول له فعلا ده بيحصل. فبيقرر بين بقى انه يستنى الفتوات دول لحد ما يجوا، وبيتحول بقى على سن هو متنكر يعني من الفضائيين وكده، وبيفضل قاعد في المكان وجنبه بيكون شخص هادي جدا وما بيتحركش. وبعد شويه وقت بيجوا بعد كده الفتوات دول، واللي معاهم جهاز بيدمروا به المتاجر، وبيهددوا صاحب المكان يدهم الفلوس، واللي بيديها لهم فعلا. وقبل ما يمشوا من المكان بيتحول بين لكالوم بولت وبيفضل يضرب فيهم واحد ورا التاني، وحرفيا بينفخهم على الاخر. بس في اللحظه دي اثناء ما هم بيتخانقوا الفتوات دول بيشغلوا الجهاز اللي معاهم اللي بيدمر المباني، وبيحاولوا انهم يخلعوا من المكان. بس قبل ما يطلعوا بره بيظهر الشخص اللي كان قاعد هادي ده، واللي بيفضل يضرب فيهم، والواد بيكون مهاري جدا الصراحه، وبيرمي عليهم شبكه كده بتثبتهم على الارض وما بيعرفوش يتحركوا، وبيقبض عليهم. وبنعرف ان الولد ده اسمه راك، وبيقول لبين ان هو واحد من البلامرز، وان البلامرز عينوه عشان يبقى المساعد بتاعه يعني بديل كيفن وجوين. بس بين ما بيكونش محتاج مساعده حد، وبيتحول بعد كده وبيحاول انه يدمر الجهاز ده. فبيقول له روك مش هينفع، الجهاز ده هينفجر قريب ولازم نرميه في مكان بعيد يكون فاضي. فبيروح بين بعد كده وبيحاول يشيله، بس الجهاز ده بيكون تقيل جدا. فبيعمل بعد كده منجنيق بالفضائي ده اللي هو اتحول له، وبيرمي بعد كده الجهاز ده في الجو، واللي بينفجر وما بيأذيش حد خالص. فبيروح الواد ده عشان يسلم على بين، بس بيرفض يسلم عليه، وبيقول له انه مش محتاج مساعده ولا شريك، هو لوحده كفايه يقوم باي مهمه مهما كانت. بس الفتوات دول بيعرفوا يهربوا من المكان، فبيجري بعد كده بين وراهم عشان يمسكهم. وفي نفس الوقت ده برضه الشخص ده اللي معاه الكلب واللي اسمه كايبر بيكون واقف ومراقب كل الوضع ده، فبيصفر للكلب بتاعه واللي بيجري فورا ورا بين. وبين بينزل في نفق كده تحت الارض، والمكان ده حرفيا بيكون مدينه كامله مليانه فضائيين. وبيفضل بقى هو وروك يجروا ورا العيال دول لحد ما بين بيتحول بعد كده وبيمسك الفرخه ده، وبيكونوا واقفين كده على حديد القطر لحد ما القطر بيعدي وبيشيلهم. بس بين بيعرف يتعامل. اما الكلب بقى فبيتحول بعد كده وبيهجم على بين، فبيحاول انه يتقاتل معاه، بس شكل الكلب ده بيكون قوته كبيره جدا. وروك بيحاول يتدخل وبيقول له انه عايز يساعده بس بيرفض، لحد ما بين ما بيكونش قادر عليه خالص وبيطلب مساعده منه، وبيحاول انه يتدخل. بس في اللحظه دي بيظهر صاحب الكلب وبيقدر انه يخفيه من مكانهم خالص، وما بيعرفش بين وروكو هو راح فين. بس بيشوف الفتوات دول تاني واللي بيكونوا عمالين يهربوا، فبيفضلوا يجروا وراهم لحد ما بيلاقوا قدامهم الزعيم بتاعهم، واللي بيكون اسمه سايفون، اللي هو كان مساعد في الجاكس ده فاكرينه. وبيلاقي بقى معاه آلات كتير جدا من اللي بتدمر المتاجر، فبيفضل بين يدمر فيهم واحد ورا التاني لحد ما الفضائي ده بيجيب اخره، وبيديلهم بعد كده جهاز وبيطيرهم بعيد، وبيفضل يضرب عليهم اشعاع كتير لحد ما بين بيتصاب وبيقع على الارض وبيرجع لشكله البشري من تاني. وفي اللحظه دي بيظهر بعد كده الشخص صاحب الكلب ده، وبيقول ان محدش هيموت بين غيري. فبيقول له سيفون بس كده اشبعوا ببعض، وبيجري فورا من المكان.
بس روك ما بيسيبهوش وبيفضل يجري وراه عشان يمسكه باي طريقه، والكلب ده بيهجم على بين تاني، وبين بيجيب اخره المره دي بقى من الكلب ده وبيتحول لفضائي كده بيطلق كهرباء وبيفضل يضرب في الكلب لحد ما بيديله ضربه حرفيا بتنزله تحت الارض، وبيطلع على مكان عالي كده عشان يستدرجه، واول ما الكلب بيجي بيكهربه وبيفقده الوعي وبيرجع لشكله البشري من تاني، وبيبص قدامه وبيلاقي روك قبض على سايفن وهو كمان، وبين بيكون حابس الكلب في قلب ماسوره كده، بس الكلب بيطلع غاز كتير حواليه وبيقدر انه يخلع من المكان ويرجع لصاحبه من تاني، وكل ده اصلا وهم ما شافوش لسه كايبر صاحب الكلب ومفكرين سايفون هو صاحبه، وبيفضلوا مكتفينه كده لحد ما بيجي البلامرز وبيقبضوا عليه وبيودوه للسجن وبيقولوا له ان روك هيبقى شريكه خلاص، ولما بين بيشوف مهاراته وانه هيفيده جدا بيقرر انهم فعلا يبقوا شركاء. تعالوا بقى نرجع بالزمن ايام ما بين كان صغير لسه 10 سنين، واللي بنشوفه كده بيقاتل فضائي اسمه ميجا وات. الفضائي ده صغير جدا بس بيقدر يتحكم في الكهرباء وبيقدر ينسخ نفسه النسخ كتيره، وبيفضل يمتص الكهرباء بتاع المدينه كلها لدرجه انها بتقطع خالص، وده بيضايق بين ساعتها وبيتحول لفضائي كده بيقدر انه يمتص الكهرباء لحد ما بيسحب كل الكهرباء من الفضائي ده وبيخليه يفقد الوعي، وفي اللحظه دي بيجي الجد ماكس وجوين وبيقدروا يقبضوا عليه، وبنرجع بقى للوقت الحاضر وبنشوف بعد كده بين وراك واللي بياخدوا الطياره بتاعتهم وبيفضلوا يلفوا كده في المدينه عشان يدوروا على اي شرير يمسكوه، لانهم بقالهم فتره ما حدش هدد المدينه وهم حاسين بملل، لحد ما بيشوفوا كده واحد ماشي عمال يتكلم في التليفون فبيشتبهوا فيه وبيروحوا الاثنين وبيفضلوا يجروا وراه، والواد ده بيترعب وبيفضل يجري منهم وبيفضل يضرب عليهم نار، فبيتحول بين لفضائي كده بيقدر انه يعدي من الحيط، بس بيتحول لهيتي بلاست بالغلط وبيخبط في الحيطه، والساعه الجديده دي ما بيكونش عارف يتحكم فيها قوي، بس روك بيكون لسه بيطارد الشخص ده لحد ما بيقدر يوصل له بعد كده وبيمسكه، لكن في اللحظه دي بيظهر ميجا وات فبيروح روك عشان يحاول يمسكه، بس بيفضل يجري منه ويضرب بالطاقه كده وينط بقى في السلوك بتاع الكهرباء ويختفي منهم، وبيكون سريع جدا وبيفضل يستدرج بين كده لمكان معين، اما بين كل شويه يتحول لفضائي كده مش اللي هو عايزه وما بيعرفش يرجع لطبيعته، وبيدخل ورا الميجا وات هو وروك لحد ما بيشوفوه كده في قلب مخزن، واول ما بيبصوا قدامهم بيلاقوا كميات كبيره جدا من الميجا وات دول محبوسين، وبيطلع ان الميجا ده كان بيستدرجهم اصلا عشان يحرروا اصحابه، لان في ناس بيستخدموهم كبطاريات للطاقه، واللي بيظهروا وبيفضلوا يضربوا بين وراك بس بيتحرروا وبيفضلوا يهجموا عليهم، فبيجروا الناس دول من المكان وهم بيفضلوا وراهم لحد ما بيوصلوا لصاحبهم بعد كده، واللي بيكون لابس بدله كده بتكون آلية وبيفضل يضرب عليهم صواريخ وهم عمالين يجروا، فبيتحول بين بعد كده بس بيتحول لفضائي غلط وبيكون جديد، فبيهجم عليه الشخص ده بس بين بيديله ضربه واحده بيطيره بعيد، وبيكتشف ان الفضائي الجديد ده اصلا بيقدر انه يتحكم في الجاذبيه، فبيثبت بقى الآلي ده على الارض لحد ما بيجوا بعد كده روك وبيقدر انه يحرر كائنات الميجا وات من على الآلي، بس الآلي بيضربه وبيطيره بعيد، فبيروح بين عشان يطمن عليه بس بيضربه هو كمان وبيطيره، فبيرمي روك بالونش ده، فبيتعصب بينه وبيتحول بعد كده وبيتحكم فيه وبينزل يطلعه وينزله في قلب الميه لحد ما الراجل ده بيرمي عليه صواريخ كتيره، بس بين بيقدر يتحكم بالجاذبيه، وبيكون شكل قوه الفضائي ده كبيره جدا وبيرجع للراجل ده الصواريخ واللي بتنفجر فيه وحرفيا بيتغربله على الاخر وبيفقد بعد كده الوعي، وبيجوا بعد كده البلامرز وبياخدوا الشخص ده عشان يودوه السجن، ومهمه بين وروك التانيه بتنجح. بس بعد شويه وقت بنشوف بعد كده كايبر واللي بيروح لمقر البلامرز كده وبيتسلل وشكله عايز يسرق حاجه من هناك، اما في الماضي بقى اثناء ما بين كان لسه صغير بنشوف بعد كده الجد ماكس، وده بعد ما بين اتحول لاكس ال ار 8 اللي هو السريع ده ومش عارف يتحول لسه لشكله البشري، وراحوا ساعتها لازموس عشان يساعدهم وقال له ساعتها انه مش عارف يرجع لحد ما صلح له الساعه ورجعه شكله البشري من تاني، وفي الوقت ده البيدو كان لسه مساعد ازموس وكان متضايق جدا ان عيل تافه معاه اقوى سلاح في الكون. بنشوف فضائي كده اسمه ميجا شكله احمر واللي بيقدر يتحول للطاقه واللي بيهجم بقى على الكوكب ده وبيفضل يدمر فيه، واول ما بيشوف بين كل الكلام ده بيتحول وبيضرب الكائن ده بالطاقه وبيطيره بعيد، بس الكائن ده بيرجع من تاني وبيمتص الطاقه اللي معاه وبيرجعه لشكله البشري، فبيتحول بين لفور ارموس وبيفضل يضرب فيه بدراعاته الاربعه، بس الكائن ده بيبان انه قوي جدا لدرجه انه بيضرب بين ضربه واحده بيطيره بعيد، وبيروح بقى المقر بتاع ازموس والجد ماكس وبيكون عايز يخلص على ازموس، فبيقول له ازموس انا شغال اصلا على الجهاز اللي هيصلحك بس لحد دلوقتي لسه ما انتهتش من تصليحه، واول ما بيسمع الفضائي الكلام ده بياخد الجهاز ده وبيحطه جواه البيدو مساعد ازموس وبيخلع فورا من قلب الكوكب عشان يعني البيدو يكمل تظبيط الجهاز معاه براحتهم، فبياخد الجد ماكس بعد كده ازموس والشباب بتوعنا وبيجروا فورا ورا الكائن ده، فبيفضل بين يساله هو ايه الكائن ده وعايز منك ايه بالظبط، فبيحكي لهم انه زمان استكشف كوكب كده، الكوكب ده ما كانش عليه اي حياه خالص، فقررت ان استخدم ذكائي بقى واطور الكوكب ده، وساعتها صنعت الكائنات دول اللي هم الميجا مورف، وفعلا كانوا كويسين جدا وعايشين في تطور، بس للاسف واحد منهم اتصنع بايظ وانه كان بيتصرف بشكل غريب كده
وانا حاولت اساعده قبل كده. وفي اللحظه دي بيوصلوا بعد كده للكوكب اللي فيه الميجا مارف، والكائن ده بيشغل الجهاز، واول ما بيدخل فيه الفضائي بيبقى اقوى بمراحل، وبين بيتحول بعد كده لكالوم بولت وبيروح وبيهجم عليه، بس بضربه واحده بيهزمه وبيرجعه لطبيعته. وبيفضل بين يتحول بعد كده لحد ما بيتحول لدايموند هيد بس بيثبته. وفي وسط المعركه دي بقى كلها كايبر واقف وشايف كل اللي بيحصل ده، وبيتسلل من غير ما حد يشوفه، وبينسخ البرنامج اللي طور به الميجا مورف نفسه، وبيخلع فورا من قلب المكان من غير ما حد يشوفه. تعالوا بقى نرجع للوقت الحاضر، وبنشوف بين بعد كده واللي بيقاتل فضائي غشيم شويه وعايز ياخد منه الاومنيتريكس باي طريقه، بس طبعا ما بيقدرش على بين وبيخلع فورا من المكان. وبيكون شايف كل ده فضائي اسمه هوك ستار، وبيقول لبين انت قوي جدا، بس لو عايز تبقى اقوى حتى لما ترجع لشكلك البشري من تاني جرب الاكسير بتاعي. فبيقول له الاكسير بتاعك فاشل، فبيقول له طب تعالى نجرب. وبيجربوا على فضائي كده بيكون اقرع، واول ما بيحطوا على دماغه بيطلع له زرع كده زي الشعر يعني عندهم. ولانه عارف ان بين بيحب العاب سومو سلابر بيديله بعد كده لعبه، وبيطلب منه انه يعمل له دعايه للمشروب بتاعه. فبيقول له انه هيفكر وبيمشي فورا من المكان، وما بيكونش مرتاح للشخص ده. فبيكلم بعد كده روكو بيعرفه اللي حصل، وانه يجمع له معلومات عن الراجل ده. وفعلا بيعمل سيرش كده وبيعرف انه عالم بيصنع يعني حاجات غريبه والجو ده، بس هو مش خطر يعني ولا حاجه، وانه عبيط اصلا. بس في اللحظه دي بيظهر واحد بعد كده وبيقول له تعرف المشروب اللي بيصنعه هوك ستار ده اصلا بيمتصه من فضائي حبسه عنده، تعالى معايا وانا هوريك مكانه. وبيودي العربيه بتاع هوك ستار، فبيتحول بين بعد كده وبيدخل جوه. واول ما بيدخل بيلاقي فضائي صغير فعلا محبوس، وبيبدا يوري له بقى ازاي هوك ستار بيسحب قوه الكائن ده، وانه غير ادمي ولازم يتعاقب، وانهم لازم يحرروا الفضائي. وفي اللحظه دي بيجي هوك ستار وبيضرب الشخص ده بطلقه بيطير نص اللي فوق، بس بيجدد نفسه من تاني لانه نبات. وبيقول له انه من جمعيه حقوق الفضائيين وكده ولازم يحرر الفضائي. فبيقول له انا مش حابسه، الماده اللي انا واخدها منه دي بتكون زياده اصلا عنده وبتعمل له مرض ولازم اخدها. فبيقول له بين انه هياخد الفضائي ده لحد ما يحلوا المشكله، وبيفضلوا الثلاثه بقى يجادلوا بعض. ومساعد هوك ستار بيجوا بيتكاتل مع بيل لحد ما بين بيتحول للراجل الكهرباء ده، وبياخد الانفض وبيطير فورا من قلب المكان. بس اثناء ما هو طاير الفضائي ده بيقع منه وبينكسر وشكله بيتحول لضخم. وبنعرف ان الفضائي ده لما بيتنفذ النيتروجين حجمه بيفضل يكبر. فبيقول له هوك ستار انه يحاصر الكائن ده وهو يسحب منه النيتروجين. فبيتحول بعد كده بيل الفضائي الجديد ده وبيحاصره فعلا، وبيبدا هوك ستار انه يسحب منه النيتروجين لحد ما حجمه بيصغر من تاني وبيحطه جوه العلبه. والواد العبيط ده بياخده وبيجري فورا من قلب المكان. بس في اللحظه دي بيجي روكو وبيضربه وبياخد منه الكائن. وبيقرروا بقى انهم يودوه مقر البلامرز وهم يتعاملوا معاه بطريقتهم ويحطوه في المكان اللي هم شايفينه مناسب ليه. وبعد ما بيتم مهمة بيب نجاح بيمشي بعد كده وبيروح للمكان اللي بيشتروا منه عصير، وبيفضل بقى ياكل ويشرب ويستمتع بوقته. لكن في اللحظة دي بيظهر كايبر والكلب بتاعه، وبيخلي الكلب يتحول بعد كده لدودة عملاقة. ولما بيشوف بين الكلام ده بيتحول لدايموند هيد، وبيفضل يضرب في الدودة دي لحد ما الدودة بتطيره بعيد. وبيصفر بعد كده كايبر واللي بترمي عليه مادة كده وبتشتته وبتخلع فورا من قلب المكان. فبيتضايق بين جدا من الكلام ده، وبيروح لروك وبيقول له ان كل شوية يظهر له فضائي كده وبيتحول لحاجات غريبة وبيهاجمه وبيختفي فورا. وبيكون شاكك ان دكتور انيمو هو اللي بيعمل كل ده لان التجارب بتاعته مجنونه. فبيقول له ازاي دكتور انيمو دلوقتي موجود في سجن مشدد الحراسه، مستحيل يعرف يخلع منه. فبيقول له طيب احنا نروح ونتاكد. فبيروحوا بعد كده للمقر بتاع البلامرز وبيدخلوا جوه وبيركبوا اسانسير وبينزلوا تحت الارض. وبيفضل يحكي له بقى انه كل مره كان بيهزم دكتور انيمو يعني وكده كان بيهدده انه هيرجع تاني ويهزمه، بس في الاخر ما عرفش يهزمني. وبين اللي بيحبسه كل مره وبيدخلوا للزنزانه بس ما بيلاقوهوش، وبيلاقوا حفره كده موجوده في المكان. فبيدخلوا جواها وبيفضلوا ماشيين لحد ما بيلاقوا نمل من اختراعات انيمو واللي بتضرب عليهم نار. فبيتحول بين بعد كده وبينسخ نفسه لنسخ كتيره جدا وبيضرب عليهم موجات بايكو ايكو لحد ما بيدمرهم. وبينبسط جدا بس بيتفاجئ ان في نمل كتير جدا بيحاصروه. لكن الغريبه النمل بيسيبهم وبيمشي من المكان من غير ما يعمل لهم حاجه. فبيستغربوا من ده جدا وبيفضلوا يجروا ورا النمل، واللي بيكونوا واخدين معدات على ظهرهم ورايحين لمكان شبه قصر مهجور كده. واول ما بيدخلوا جوه بيلاقوا دكتور انيمو وبيطلع ان هو اللي مخترعهم فعلا. فبيقول له بين انت مش هتبطل تبعت لي كائنات؟ فبيقول له ما بعتلكش حاجه اصلا، انا ببني خطه ان احول النمل في العالم كله الضخم وسيطر على الكون كله. فبيقول له انت عبيط يا اسطى. وفي اللحظه دي بيوصل كايبر والكلب بتاعه وبيطلقه. اما انيمو فبيشغل الجهاز اللي هيحول به النمل في العالم، لكن بيب بيتحول لراس وبيفضل يدمر فيهم واحد ورا التاني، بس النمل بيكتروا عليه وروك بيساعده. وبين بيفضل يتحول بعد كده لتحولات كتيره جدا وبيفضل بقى يضرب في انيمو وعايز يوقفه باي طريقه. بس في اللحظه دي الكلب بيظهر وبيتحول لوحش، وانيمو بيحاول انه يتحكم فيه بس ما بيعرفش. وبين كان هيتحبس جواه بس روك بيسحبه، وبين بيدمر الجهاز اللي انيمو بيتحكم فيه في النمل، والنمل بيهجموا على الوحش ده. اما روك فبيروح للجهاز بتاع التحويل ده وبيدمره، وكل النمل اللي متوصلين بيه بيفقد انيمو السيطره عليهم وخطته بتفشل. بس الكلب بتاع كايبر بيكون خلع من المكان، وبين بيقبض على انيمو بعد كده وبيرجعه للسجن من تاني، بس بيكون متضايق جدا انه ما مسكش الكلب برضه ومش عارف مين بيبعته.
وتاني يوم بنشوف بعد كده مركبه فضائيه واللي بتيجي وبتضرب صواريخ على الارض، بس بين كالعاده هو وروك بيجوا وبيفضلوا يتعاملوا معاهم وبيدخلوا جوه السفينه دي بيلاقوها بتاع الاخوين الهبل دول، فبيجمدهم بين مكانهم وبيقول لهم انتوا مش كنتوا شغالين في البلامرز بتدمروا في الارض ليه؟ وبيطلع معاهم كمان ارجت وبيحاولوا يمسكوه بس بيقول لهم الاناره لاين معايا، وبين مش عارف هو ايه ده اصلا، فبيحكوا له ان في جنس من الفضائيين كده كانوا بيهجموا زمان على الكواكب ويخلصوا عليها، وان قوتهم شبيهه بقوه الين اكس اللي هو اقوى فضائي في الكون، بس دول انقرضوا من زمان، والاناره لاين ده بيكون سلاح سابوه، السلاح ده حرفيا قادر ينهي الكون كله في ثواني، وفي اللحظه دي بيهجم عليهم بعد كده الجيش الملك الضفدع، فبيتحول بعد كده بيل سبايدر مانكي وبيفضل يضرب فيهم ويثبتهم على الحيطه، ووسط كل ده بقى بيخلع بالسلاح ارجت، وبيل لسه بيكمل قتال مع رجاله الضفدع ده لحد ما بيهزمهم كلهم، وبيمسك ارجت وبيسالوا الاناره لايت فين، بس بيشوفوا قدامهم ان الاخوين اخدوه واخدوا سفينه كده وهربوا فورا من المكان وراحوا لكوكب الارض، فبيركب بين الطياره بتاعته هو وروك وبيروحوا وراهم، بس الملك بيفضل وراهم لحد ما بيضرب الطياره بتاعتهم واللي بتتعطل وبتقع في قلب الارض، وفي اللحظه دي الاخوين بيمسكوا السلاح وبيقولوا انهم هيدمروا الكون كله، وارجت بيترعب اول ما بيشوف ده وبيقول لبين امنع الكارثه دي فورا، وبيفضلوا كلهم يتقاتلوا مع بعض بقى وكل واحد عايز السلاح ده باي طريقه، لحد ما بين بياخد السلاح ده بس بيتاخد منه لحد ما بيقع من الوضع العبيط ده، والزرار بيتفعل وبيبدا العد التنازلي لتدمير الكون، وفعلا العالم كله بيبدا يتدمر ويتمحي من الوجود، ولما بيشوف بين ده بيتحول فورا لاليان اكس وبيشوف كوكب الارض وهو بيختفي خالص، وبين بيقابل الوجهين دول وبيقول لهم انهم لازم يساعدوه في انقاذ الكون، بس كالعاده بيفضلوا مختلفين ويتجادلوا مع بعض، وبين بيصدع وبيقول لهم مش وقته العالم كله بيتدمر، فبيقرروا انهم يتعاونوا معاه لاول مره في حياتهم، وبتبان هنا قوه اليان اكس الحقيقيه، وبيقدر بين حرفيا انه ينقذ الوضع وبيرجع كل حاجه لطبيعتها قبل ما الزرار بتاع السلاح يتفعل، واول ما كلهم بيشوفوا الجهاز كده واقع على الارض بيفتكروا انه كان بايظ اصلا، بس ما يعرفوش ان بين هو اللي انقذ الوضع، ولما بيقعد بين بعد كده بيقول ان العالم اتدمر فعلا وان اليان اكس صنع عالم جديد نسخه جديده من العالم بتاعنا وكل حاجه رجعت زي ما كانت، وبيقول ان دلوقتي بقى هو النسخه الاصليه الوحيده في الكون ده كله، فبيفتكروا انه بيهزر او كان بيتخيل ومحدش بيصدقه، وتاني يوم بنشوف بعد كده كل وسائل الاعلام وان في واحده خطيره جدا بتسرق حاجات من مختبر المدينه، والبنت دي عماله تجري والشرطه بتجري وراها لحد ما بيوصل بعد كده بين في اللحظه دي وبيفضل يجري وراها، بس البت بتمتط بجسمها كده وبتفضل تنط من فوق المباني بطريقه احترافيه جدا، وبين مش عارف يمسكها خالص لحد ما البنت بتعرف تخلع منه، وبيكون معاها سلاح خطير بيولد طاقه، وروك بيحذر بين انه يمسكه بس البنت بتمسكه عادي وبتاخده وبتخلع فورا من المكان، وبيقول خلاص هربت كده، فبيقول له ما تقلقش انا هتتبعها بالجهاز اللي معاها، وفعلا بيعرف مكانها وبيفضلوا ماشيين كده لحد ما بينزلوا تحت الارض من مواسير الصرف الصحي، وبيدخلوا جوه وبيلاقوا نفسهم في قلب مدينه الفضائيين اللي هي تحت الارض، والبت دي فوق وعماله تجري برضه ومش عارفين يوصلوا لها لحد ما روك بيقف قدامها كده وبيفضل يتقاتل معاها، بس حرفيا البت بتكون مهاريه وبين بينط عليها بالفضائي ده وبياخد منها الطاقه، لكن في اللحظه دي بيجوا مجموعه من الفضائيين وبيهددوا بين وبياخدوا منه الطاقه، والبنت دي بتكون معاهم اصلا وبيكونوا عايزين يقتلوه بس البنت بترفض، بس بيقرروا يقتلوه، فبيحاول يشغل الساعه بس بتفصل منه ومش فاهم ايه اللي بيحصل، ولما البنت دي بتشوف الوضع ده بتاخد بين وروك وبيخلعوا فورا من المكان، وبين بيكون عايز يرجع ويقاتل بس بتقول له لا ساعتك مش شغاله هنموت كلنا، والبنت دي بيكون اسمها استر وبتكون قابله شويه كده لان لما بتشوف شويه اطفال بتروح تلعب معاهم، وبين هو كمان بيروح يلعب معاها، فبيتضايق روك جدا وبيقول له انت في ولا في ده حراميه ولازم نتصرف معاها ونحبسها، اما الفضائيين بقى بالمولد اللي هم اخدوه بيعملوا حمم بركانيه واللي بتبدا تطلع على الارض وتسيح كل حاجه، وده لانهم اصلا بيعيشوا في درجه حراره عاليه لانهم يعتبروا من الجليد او بيتجمدوا بسرعه، ولما بتشوف استر الكلام ده بتتضايق وكانت فاكراهم هيسخنوا المكان اللي هيعيشوا فيه، بس ما تعرفش ان نواياهم شريره كده، بس بين بيتحول لفضائي كده بيقدر يطلع ثلج من بقه وبيجمد الحمم دي، وبيقول للبنت انها ترجع تجيب المولد، فبتروح بعد كده هي وروك وبيفضلوا يتكلموا مع الناس دول ويشتتوهم، وروك بيكون عمال يضرب فيهم واحد ورا التاني ومحدش قادر عليه خالص لحد ما زعيمهم بيدوا ضربه بيطيروا بعيد، وبين خلاص كان هيمسك المولد بس بيهجموا عليه الرجاله دول وبيكتفوه، وبيفضل يضحك عليهم كده وبيقول لهم ما تفتحوش الدرع عشان ما موتش، فبيفتحوه لكن الكائن ده بيتحرر وبيروح بقى بين وبياكل المولد ده لانه اصلا بيتغذى على الطاقه وبيدمر الجهاز بتاعهم، وبكده بتفشل خطه الفضائيين دول وبين واصدقائه بينجحوا كالعاده. وتاني يوم بنشوف بعد كده بين وهو بيلعب على جهاز وفجأة بيظهر له الكلب بتاع كايبر وهو متحول وبيهجم على بين، وبين بيفضل يتحول ويضرب فيه ويربطه، وروك بيجي وبيساعده بس برضه الكلب بينجو من كل ده وبيكون قوي جدا وبيتكيف مع اي قوه، وكايبر مراقب كل ده وبيصفر، وصوت الصفاره ده بيوجع بين وبيفضل قاعد على الارض كده يتوجع، بس الغريبه ان الصوت بيأذي بين بس مش روك، وروك مش سامعه اصلا، والوحش ده بيخلع فورا من المكان، وبيفضلوا يتكلموا عن الوحش ده بقى وانه عمال يتكيف مع اي قوه لبين، وبيلاحظوا كمان ان الطوق اللي على رقبته فيه علامه الامنت
اومنيتريكس بتاع بين. فبيروحوا بعد كده لجد ماكس عشان يطلبوا مساعدته، واللي بيكون بيطبخ وحش صغير كده وعمال يخلع منه ويتشقلب وبيقلب بين، بس روك بيتمكن منه وبيديه لماكس واللي بيطبخه، وبيحكي لهم بقى عن الوحش اللي عليه علامه الاومنيتريكس ده. فبيقرر يساعدهم، وبين وروك بيمشوا من المكان وبيروحوا مدينه الفضائيين، وبيفضلوا يدوروا على الوحش ده في كل مكان، وكل واحد بيبقى عايز يحقق باسلوبه. بين عايز يبقى متخفي وروك عايز يستجوب بالناس، وده بيعصب بين جدا وبيتخانق مع روك. فبيسيبه روك وبيقول له انت من غيري مالكش لازمه، وبيمشي من المكان. تعالوا بقى نروح للوحش اللي كان بيهاجم بين ده وهو صغير، واللي شكله احمر واسمه ميجا حاجه كده، وبيروح لواحد من فصيله جرين ستار وبيوري له شعاع الاومنيتريكس اللي لزق فيه لما كان بيقاتل بين زمان، وبيقول له انه عايز سلاح زيه. فبيقول له انا اقدر اعمل لك اي حاجه، انا اذكى حتى من ازموس، بس عايزين دي ان ايه لكائنات كتير عشان ندخلهم جوه الساعه. وبيطلع الكائن ده متعاون مع كايبر اصلا، وبيقول له بقالك شهور عمال تراقب بين وما جبتليش لسه عينات الدي ان ايه اللي انا عايزها. فبيطلق بعد كده الكلب بتاعه على بين، واللي بيكون بيجرب صفارات كده وبيجربها على الوحوش بتاعته، والوحش ده بيهجم عليه. وفي اللحظه دي بيظهر له بعد كده كايبر وبيمسك ايده وبيثبته، بس بين بيخلع منه وبيحاول يتحول، بس بيلاقي الساعه مش شغاله فبيجري من المكان، بس كايبر بيديله شعاع بيقلبه، وقبل ما يقع على الارض بيتحول بين وبتشتغل الساعه. فبيفضل بين بقى يتحول لكائنات كتيره ويواجه الكلب ده، بس الكلب ولا بيتاثر باي حاجه. بس اول ما بين بيصفر كده بصفاره الوحش بيتألم، وفي اللحظه دي بيهاجمه كايبر، فبيخلع بين فورا من المكان، وكايبر بيفضل وراه فبيتحول بين، وبيفضل يرمي عليه كور من الغاز، بس كايبر بيهزمه وبيفقده الوعي، وبياخده بعد كده وبيعلقه في المجر بتاعه، وبيبدا يحكي له بقى قوه الكلب بتاعه، وانه زمان كان بيسافر عبر الكواكب وكان بياخد عينات من فضائيين كتير لحد ما حطها في جهاز وجربها على واحد من البلامرز، وانا خليته يهجم عليك على فكره وانت صغير، بس انت هزمته، وعرفت ان مش اي حد يتحمل القوه دي، عشان كده حطيتها على الكلب. بس بين بيقدر يحرر نفسه وبيتحول لراس، وبيفضل يضرب في كايبر، بس كايبر بيهزمه وبيخليه يفقد الوعي، وكان خلاص هيقطع ايده وياخد الاومنيتريكس، لكن بيوصل روك وبيطلع ان كل دي اصلا كانت مسرحيه عشان يقبضوا على كايبر، وبيقبضوا عليه فعلا، بس بيصفر وبيجي الكلب بتاعه وبيثبت روك، بس بين بيتحول وبيضربهم وبيحرره، وبيكمل المعركه بقى بين، وبيفضل يتحول ويضرب في الوحش، والوحش يضربه ويتحول تاني ويرجع يضربه ويتحول بين ليومانجسور، وبيشيل الكلب، بس كايبر بيصفر وبيكبر حجمه وبيوقعه عليه، لكن روك بيضرب حاجه كده وبيقفل على كايبر لحد ما بين بيتحول لبيج تشيل وبيجمدهم كلهم، وبياخد بعد كده بين روك وبيهرب فورا من سفينه كايبر، بس بيفقد التحول وبيقع لحد ما بيجي بعد كده ماكس وبينقذهم بالسفينه بتاعته، والسفينه بتاع كايبر بتنفجر، بس بيطلع ان هو وكلبه بخير، وبيجي الميجا والكائن ده وبينقذوه. وبعد الموضوع ده النيمتريكس بتاع كايبر بتتعطل، والكلب بيبدا يتحول بشكل عشوائي كده وهو مش عارف يسيطر عليه، فبيقول له الكائن القصير ده ان هو محتاج الاومنيتريكس بتاع بين عشان يصلحها، فبيقرر بقى ينزل الارض عشان يجيبها من بين، وبين وروك بقى في نفس الوقت بيكونوا في مقر البلامرز وعمالين يتدربوا، بس في اللحظه دي الانذار بيضرب وبيهجم عليهم افاعي كتيره جدا، وبيحاول بين يتحول، بس بيجي الكائن اللي هو مع كايبر ده وبياخد حاجه من الساعه وبيخلع فورا من المكان، وبين بيحاول يتحول بعدها، بس الساعه بتاعته بيطلع منها شعاع غريب كده بيتحول روك، بيحاول بقى انه يحطها في الجهاز عشان يصلحها، بس بيطلع منها اشعه كتيره جدا بتضرب المساجين، وبتحول 3 منهم لكائنات فضائيه، وبيهربوا ال3 من السجن، فبيحاول بين وروكو يوقفوهم، بس بتكون قوتهم كبيره، وبيقول بين لروكو انه ياكل اي حاجه ويضربهم بيها، واللي بيعمل كده فعلا، بس في اللحظه دي سيفهم بيفتح بوابه للفراغ، وبيقول انه هيفتحها على المدينه والعالم كله هيتدمر. اما كائنات البلامر فبيحاولوا انهم يصلحوا ساعه بين، ويحطوا لها قطعه كده بدل اللي اتسرقت، بس كل شويه يتحول لفضائي شكل والساعه ما بتظبطش، فبيروحوا بيقفلوا نظام الطاقه عن المكان، والبوابه دي بتقفل، بس بسبب ده ابواب المساجين كلها بتتفتح، وبيحاولوا انهم يهربوا، بس بين بيكون عارف نقط ضعفهم، وبيفضل يضرب فيهم واحد ورا التاني هو والفريق اللي معاه وبيهزموهم، لحد ما بيحطوا قطعه كده في الساعه بتاع بين واللي بتشتغل المره دي، وكل المساجين بيرجعوا لطبيعتهم، وبيتحول بقى الفضائي جديد كده وبيفضل يضرب فيهم وبيهزمهم وبيرجعهم السجن. اما كايبر بقى والفضائيين اللي معاه بيقدروا انهم يصلحوا النيمتريكس بتاع الكلب، وبيتوعدوا بقى بين، والايام بتعدي بعد كده، وفي يوم بنشوف حريقه بتحصل في قلب المدينه، فبيجي بين والراجل ده بيقول له ان بنته جوه، فبيتحول لراس وبيفضل يغضب كده، بس بيدخل وبينقذ البنت، لكن لا بتقول له انها نسيت اللعبه بتاعتها، وده بيعصب راس جدا، بس بيدخل عشان يجيبها، والبيت كان هيقع عليه، بس بتيجي جون وبتنقذه، وبتكون جايه هي وكيفن زياره، وفي اللحظه دي كالعاده بتيجي مركبه فضائيه وبتفضل تضرب عليهم صواريخ، فبيركبوا عربيه وبيجروا، وبين بيتحول للفضائي اللي هو بيعمل حيطه ده، بس الطياره بتعدي منه، لكنه بيقدر يمسكها وبيضربها وبيقلبها على الارض وبيدمرها، وما بيكونش عارف مين
مين اللي باعتها، بس كيفن بيقول له اننا لازم نستخبى، وبياخدهم وبيروحوا لمدينه الفضائيين، وكيفن برضه بيقول له لازم نستخبى، وبين مش فاهم وايه اللي بيحصل وهو بيتكلم كده ليه. بس بتيجي سفينه وبينزل منها فضائيه كده ومعاها ارجل، واللي بتقول ان كيفن جوزها وعايزه ترجعه، بس بيجري من المكان فورا، فبتمسكه وبتفضل تضرب فيه عشان بعد عنها، لكن جوين والشباب بينقذوه وبياخدوه وبيخلعوا فورا من المكان، وبيقولوا له بقى احكي لنا هي مين دي وايه حكايتها. فبيقول لهم ان في يوم المركبه بتاعتها كانوا محتاجين قطعه كده معينه عشان اتعطلت، والقطعه دي كانت موجوده في كوكب الفضائيه دي، وعشان هو غريب عن الكوكب ما رضوش يدوا له القطعه الا لما يتجوزها، وفعلا اتجوزها بس اخذ القطعه وخلع من المكان. وفي الوقت الحاضر بتقدر الاميره دي توصل لهم وبتاخد كيفن، بس بتيجي جون وبتعطلها وبتقوم بينهم بقى معركه كبيره. وفي اللحظه دي بيجي الملك ابو الاميره وبيقول لو كيفن ما جاش هندمر الكوكب كله، فبيقول لها بنت عندها، وبيتحول وبيروح عشان يضربهم، بس بيضربوه وبيفقدوا الوعي، وكل ما بيقوم وبيتحول لحاجه الاميره دي بتنفخه خالص لحد ما بيتحول لفور ارموز وبيديها ضربه بيطيرها بعيد وبيقدر انه يهزمها. وبما انه هزم الاميره بتقول له خلاص يبقى انت اللي هتتجوزني، واننا كده مخطوبين وهرجع بعد 3 سنين عشان نتجوز. وكيفن بيفضل يضحك عليه وانه اخيرا خلص منها، وبيخلعوا بعد كده من المكان عشان الاجازه بتاعتهم خلصت. وفي يوم بنشوف بعد كده واحد بيصطاد، بس بيحصل دوامه في البحر كده وبتسحبه، وفي نفس الوقت ده في نفس البحر بيكون بين وماكس وروك بيصطادوا، وروك بيفضل يعاير بين لانه عمال يصطاد اكتر منه، بس بين بيشوف خطر في الميه كده فبيتحول للسمكه ده وبيروح، بس بيلاقي واحد من البلامرز بيتخطف من آليين، وفي اللحظه دي الساعه بتفصل وبيرجع لطبيعته والفريق بينقذه، وبيفضلوا يطاردوا بقى المركبه بتاع الآليين دول، واللي بيكون عندهم مركب معينه عماله تعمل دوابات وتسحب السفن وتصغر حجمها ويحطوها في قلب انابيب، وبيكونوا خاطفين السمكه اللي من البلامرز ده عشان ياكلوه للقائد غدا يعني. اما الفريق فبيوصلوا لمكانهم بس بيهجموا عليهم، فبيتحول بيل الفضائي ده وبيقدر انه يعدل فيهم ويخلي الآليين يضربوا نفسهم، بس بيظهر وحش كبير جدا، فبيتحول بيل لفضائي صغير بس الوحش بياكله، لكن بيل بيفضل يضرب فيه من جوه لحد ما بيهزمه خالص، والسمكه اللي جوه دي بيفك نفسه وبيفضل يتقاتل مع الناس اللي في المطبخ، والفريق بيدخلوا جوه بس بيلاقوا حاجز مانعهم لحد ما بيجي السمكه وبيفتح لهم من جوه وبيدخلوا، وبيفضلوا بقى يطحنوا في اللي يلاقوهم ويخلصوا عليهم واحد ورا التاني، وبيدخل روك لجهاز التحكم وبيقدر يحرر السفن اللي هي محبوسه دي، لكن السفينه دي بتتدمر والميه بتملاها، بس بيقدروا انهم يخلعوا من المكان، وبيقبضوا كمان على قائد الآليين دول وبيحطوه في الحجز. وبتعدي بعد كده الايام وبنشوف بين بيقاتل كده في قلب المدينه وروك معاه بس مش عارفين يهزموا الكائن ده، فبيطلب الدعم من البلامرز، وبين بيتحول بعد كده لهيومن جسر وبيدخل معاه في معركه كبيره، بس الفيل ده بيعرف يخلع منه وبيهرب، بس بين بيتحول لويباج، والفيل لما بيشوف ده بيفضل ياكل اي حاجه في المكان وحجمه بيبدا يكبر، والمعركه بينهم بتكون كبيره جدا، وبين بيفضل يتحول لتحولات كتير لحد ما بيتحول للفضائي ده وبيفضل يضرب عليه موجات صوتيه اللي هو ايكو وبيوقعوا على الارض وبيفقدوا الوعي وبيقدر انه يهزمه، وبيروح يحتفل بقى هو وروك واتنين من البلامر كده قصيرين وبيشربوا مشروب سموزي المفضل بتاع بين. وتاني يوم بنشوف احتفال بعد كده معمول في قلب المدينه وبيدعوا بين بما انه البطل بتاعهم وكده، فبيفضل واقف عشان الاطفال يضربوا عليه حاجات ويوقعوه في قلب الميه، لكن في اللحظه دي بيهجم عليهم كلب كايبر، فبيروحوا بيفضل يتقاتل معاه، فبيديله ضربه بيطيره بعيد بس بيتحول لضلع عملاقه وبيفضل ينزل تحت الارض، وبيقول له روك انه يمنع كايبر انه يصفر عشان الكلب ما يتحولش، بس الغريب انه بيقول له انه كايبر ما بيصفرش اصلا، فبيتحول لبيج تشيل، والكائن ده بيتحول لكائن كده بيقدر ينوم الناس مغناطيسيا، وبين بيفتكر الكائن ده انه شافه قبل كده لما كان صغير، لما جده ماكس كان بيفرجوا عليه وكان ملبسه نظارات عشان ما يتحكمش فيه، وفي اللحظه دي هيجي عليهم الفضائي اللي هو الاحمر ده وتحول بين ساعتها لاكسلريت، بس كسر الارض ووقع بين، وده كان الهاء اصلا لان كايبر دخل المكان واخد الدي ان ايه بتاع الخنفسه اللي هي بتحول الناس مغناطيسيا دي، وفي الوقت الحاضر بيهرب بقى من الكلب وبيفضل الكلب يجري وراه لحد ما بيوصل له بينومه مغناطيسيا وبيخليه يشوف احلام سعيده كده، بس بين بيدرك انه في حلم وبيرجع لطبيعته، وفي نفس الوقت روك عمال يتقاتل مع كايبر، والصراحه روك بيكون مهاري جدا وبيسد قدامه، بس بيقول لبين انا حاسس انهم بيلهونا عشان يعملوا حاجه تانية لان ده اسلوبهم، وبيقول لبين يجري على عربيته فورا، فبيروح بيلاقي الكائن الاحمر ده وبيخلع من المكان، فبيشيك روك على العربيه، وبين بيروح ورا الكائن ده وبيتحول لهيومن جسر وبيفضل يقاتله، فبيرمي عربيه على باص مدرسه وبين بيسيبه عشان ينقذ الاطفال، وبيقول له روك ان مفيش حاجه اتسرقت وعطل بس النظام ومسح اجزاء من الذاكره. وبتعدي الايام وبنشوف بعد كده آلي ضخم بيهجم في المدينه، فبيتحول بين وبيروح له، فبيجي ولد صغير كده بيشتتهم، فبيقول له بين يستخبى، بس الواد ده بيطلع ان هو اللي بيتحكم في الآلي اصلا، وبيروح بين للآلي بهيومن جسر وبيفضل يضرب فيه لحد ما بيهزمه، وبيمسك الواد ده وبيفكره بنفسه انه كان معاه في المدرسه زمان وكان دايما الناس بتحب بين ومحدش كان بيحبه وهو كرهه، وفي يوم عمل مركبه فضائيه وضرب بين بشعاع، بس الاشعاع اتعكس ورجع ضربه وادى بعد تاني، وبسبب ده جسمه وقف عن النمو وما بيكبرش، فبيفضلوا يتريقوا عليه، بس في اللحظه
اللحظه دي بيضربهم بشعاع صغير كده، وبيجوا الاليين بتوعه وبيفضلوا يجروا ورا بين، وبيصغر حجمه، وبسبب ان حجمه صغر الساعه مش عارفه تتعرف على صوته، وبيفضل يحاول لحد ما بيتحول. اما روك فبيمسك مساعده الواد اللي هي البت دي، وبيحاول انه يهزمها لحد ما بيضربها في وشها كده، واللي بتطلع الروبوت وبيخلع الناس دول من المكان. فبيروح العربيه وبيحاولوا انه يلحقهم، بس روك رجله مش جايه على دواسه البنزين، فبيركبوا اتوبيس كده لحد ما بيروحوا للجد ماكس، وبيحاولوا انه يرجعهم لاجسامهم من تاني، بس بيفشلوا. وبيقول لهم لازم تجيبوا السلاح اللي انتوا انضربتوا بيه من الواد اللي اسمه بيلي ده، واللي بيكون في المقر بتاعه، بيحاول انه يفتح بوابه للبعد اللي كان فيه عشان يودي بين فيه ويحسسه بنفس الاحساس اللي هو حس بيه زمان. وبينزل الجهاز بتاعه بس للاسف بيتعطل، والاليين بيبداوا يهجموا عليه لانهم بيفقدوا السيطره، فبتاخدوا المساعده بتاعته وبينط من المبنى، بس بيجي بين وراك وبيتعاونوا كلهم مع بعض وبيطلعوا للاليين عشان يجيبوا السلاح، وبين بيتحول وبيفضل يتقاتل معاهم. بس بيل الغبي ده بيضرب بالغلط طلقه من سلاح روك، وبيفتح البوابه للبعد التاني، وبتبدا بقى تسحب الاليين كلهم. وقبل ما تسحب بين واللي معاه بيقفل روك البوابه، وبيروح بين وبياخد السلاح بعد كده وبيرجعهم لطبيعتهم، وبيحبس بعد كده الواد العبيط ده. وبعد الاحداث دي بقى روك بيقول لبين انه عايز يروح الكوكب بتاعه لان عندهم حاجه كده زي احتفال او موسم حصاد، وهو عايز يشارك فيه. وفعلا بيروحوا للكوكب ده، وبيعرف روك بين على عيلته، امه وابوه واخواته، وبيقعدوا ياكلوا بقى وبيستمتعوا بوقتهم. واثناء ده جرس الباب بيرن، واللي بتكون بنت جميله جدا ومعجبه بروك كده، وهو كمان شكله بيحبها، اسمها ريونا. وفي اللحظه دي مجموعه كبيره من الحيوانات بيهجموا على البيت، فبيفضلوا يتعاملوا معاهم وبيجروا. بس روك بيستغرب جدا لان الحيوانات دي بتقف على رجليها، وهي ما كانتش بتقف على رجليها زمان قبل كده. وتاني يوم بقى بيروح عشان موسم الحصاد اللي عندهم، وبيفضلوا يقلعوا بقى في الحاجات دي، وبين بيتحول عشان ينجز، بس الفجأة بتتكسر من ايده، وده بيضايق بروك جدا، وبيقول له ان كده الكائنات دول هيهجموا عليهم تاني ويتلموا على الحصاد. وفعلا ده بيحصل، فبيجوا اهل القريه وبيفضلوا يضربوهم، ولما بين بيتحول بيفتكروه جراد من بتوع المزارع ده، وبيفضلوا يضربوا فيه، بس بيرجع لطبيعته وبيسيبوه. وبالليل بنشوف بعد كده الكائنات دول واللي بيجوا وبياخدوا الفاكهه وبيجروها من المكان، فبيستغربوا كلهم جدا هم ما اكلوش الفاكهه ليه واخدوها ومشوا. فبيروح بين وروك بقى وبيتسللوا وبيمشوا ورا الكائنات دول لحد ما بيدخلوا مكان كده، واللي بيلاقوا فيها الشرير ده كانوا هزموه قبل كده، واللي بيدربهم بقى وبيركبهم بعد كده دروع آلية. فبيروح بين بقى وبيفضل يتقاتل مع الشخص ده، وروك بيروح لاهل قريته لان الحيوانات راحت هناك، وبيروح يتحد معاهم بقى عشان يوقفوهم. اما بين فبيكون الشخص ده يتمكن منه وعلقه، بس لما الساعه بتفقد تحولها بيرجع لطبيعته من تاني، وبيتحول تاني بقى وبيروحوا وبيضربوا، والصراحه بينفخوا على الاخر وبيهزموا كل الكائنات اللي معاه دول، وبيولع بين فورا في المكان وبينتهي من شره. وبعد كام يوم بنشوف بعد كده الشرير ده واللي اسمه ايون، واللي بيقاتل بين وهو كبير، وبيقاتله في نفس السن وهو صغير، وبيمسك الساعه في نفس اللحظه وبينقل الاثنين لبعض. يعني دلوقتي بين الصغير بقى في جسم بين الكبير، وبين الكبير بقى في جسم بين الصغير، وبيفضل يتكلم بقى مع بين الكبير وبيقول له هو بارادوكس ما ظهرش ليه المره دي، اكيد هيظهر للنسخه الكبيره الاعلى اللي هي في جسم الولد الصغير دلوقتي. وفعلا بيظهر له بعد كده، وبيشرح له بارادوكس ان ايون دلوقتي عامل حرب زمنيه لكنه قدر يحبسه في العالم ده، يعني يقدر يسافر عبر الزمن في العالم ده بس مش العوالم الموازيه اللي فيها نسخ بين المختلفه، وعشان كده ايون عايز يساعد بارادوكس. وفي اللحظه دي بيظهر له بعد كده وبيفضل يتكادل مع بارادوكس لحد ما بيقطع ايده، وبيطلب بارادوكس من بين انه ما يتدخلش ويختفي. اما بين بقى الصغير اللي في نسخته الكبيره ده فبيكون عامل شغب ومش عارفين يتعاملوا معاه لحد دلوقتي، لحد ما بتيجي بعد كده جوين وبتقول له ان بين طلب منها وهو صغير ان بعد 5 سنين يجوا ياخدها لمكان معين اللي هو مشروبات سموزي. اما يوم فبيقدر خلاص يتمكن من بارادوكس وبيكتفه. وفي نفس الوقت ده بقى في الزمن ورا بيطلب بين من جوين انها بعد 5 سنين تلاقيه، وانه هيمشي كده وهيعمل حاجه ويرجع. وفي الوقت الحالي بقى في المستقبل بنشوف بين وجوين وروك واللي بيروحوا المكان سموزي، فبيلاقوا بين كان حاطط فيها احداثيات فبيروحوا للمكان ده. اما ايون فبيحاول ياخد الساعه من بارادوكس بس بتكون في دراعه اللي اتقطع اللي هو مع بين دلوقتي. اما بين فبيروح للمكان بتاع الاحداثيات وبيفضل يحفر كده في الارض لحد ما بيلاقي مكان احداثيات تاني، فبيروحوا للمكان ده بيلاقوا احداثيات ثالثه لمكان ثالث، وبيفضلوا على كده وقت طويل جدا لحد ما بيرجعوا تاني لمحل سموزي. والحاجه اللي كان مخباها بين بتكون دراع بارادوكس، بس في اللحظه دي بيجي ايون وبياخدها وبيقول لهم دلوقتي اقدر اتحكم في الزمن وفي كل العوالم، وبيجيب بقى نينجا كتير من كل العوالم وبيواجه الفريق بتاعنا، بس بين بيقدر انه يجمده في مكانه. وفي اللحظه دي بتتفتح بوابه زمنيه وبيجي بين وجوين الصغيرين، وبوابه ثانيه بيظهر فيها بارادوكس وبيحذر فيها ايون وبيقول له كده العوالم كلها هتختفي من الوجود باللي انت بتعمله ده، هتدمرنا. وجوين بسحرها بتقدر انها تحرر بارادوكس، وبيعرفهم انهم لازم يهزموا ايون في العالمين مع بعض عشان كل ده ينتهي. فبيتحول بعد كده بيل الفضائي اللي بيقدر يرجع بالزمن ده، وبيفضل يضربه بالاشعاع، وبيجي برضه بارادوكس وبيلبس الدراع بتاعه وبيقدروا انهم يهزموه، وايون بيختفي خالص. بس في اللحظه دي بيظهر بين 10,000 لبين الكبير، وبيفضل يساله بقى عن بارادوكس وبيقول له ان في حرب زمنيه كبيره هتيجي وبيحذره. وبعد كام يوم بنشوف بعد كده بيل لما كان بيقاتل هو وجده فضائي معين كده وبيقدر يهزمه، وبيروح بعد كده عشان يشرب في محل سموزي، بس بيلاقي الجي بي اس بتاع المكان عمال يظهر ويختفي، فبيروحوا لهناك وبيوصلوا له
وفجأة بيختفي وبيظهر تاني لما بيدخلوا جوه، وبيلاقوا فضائيين كده بيقدروا انهم يفتحوا بوابة وبينتقلوا بيها للبعد التاني. ولما بيسألوا هوج ستار بيقول لهم انه صنع جهاز معين كده عشان يبقى عنده نسخ كتيرة من المحلات بتاعته في كل العوالم، بس الجهاز ده يتعطل والابعاد كلها شبه دخلت في بعض. فبيطلع بين بره عشان يشوفوا هو في انهي بعد دلوقتي، وبيلاقوا قدامه الفضائي ده اللي كان صاحبه زمان بس ما بيكونش عارفه، وبيظهر بين بتاع البعد ده واللي اسمه بين 23. فبيطلب بين بتاعنا من البلامرز دول انهم يصلحوا الجهاز ده عشان يرجعوا للعالم بتاعهم. اما بين 23 فبيفضل يتجادل مع الكائن ده، والكائن ده مش قادر عليه خالص لحد ما بيهرب منه، وبيروح لشرير كده وبيقول له ان ما قدرش ياخد الاومنتريكس من بين. فبيروح بين بتاعنا بقى وبيتعرف على بين العالم ده، واللي بيكون غني جدا وشايف نفسه وتنك كده مش متواضع. واثناء ما هم بيتكلموا بيسمعوا انذار ان في حراميه بتسرق بنك دلوقتي، فبيتحول بين 23 وبيفضل يجري ورا الحراميه دول. فبيظهر بعد كده آلي ضخم وبيفضل يضرب فيه، وبينضم له بين، بس الآلي ده بيكون قوي جدا، بس بيقدروا انهم يضربوه وبيرموه في قلب الحيطه كده، بس بيكون سايب على دراع بين 23 قنبله. وبين بتاعنا بيتحول لاكس ال ار 8 وبيحاول يفك الشفره بتاعته لحد ما بيشيلها، وبيجي في اللحظه دي بقى الآلي والفضائي التاني بتاعه، فبيتحولوا الاثنين بقى وبيتعاونوا وبيفضلوا يضربوا عليهم طاقه لحد ما بيقدروا انهم يهزموهم. وبيروحوا للآلي ده وبيشوفوا اللي جواه، واللي بيطلع انه ازموس بتاع العالم ده. فبيجي بين بتاعنا وبياخده من بين ده وبيقول له ما تعملوش حاجه، ده اللي اخترع الاومنتريكس اصلا. فبياخدها منه ازموس وبيقول له مش كل الفضائيين اشرار، والساعه دي اللي ياخدها يبقى جادر بيها، وبيديها البين بتاعنا واللي بيديها البين 23. وبيروح بقى المحل سموزي وبيصلحوا البلامر الجهاز وبيرجعوا للعالم بتاعهم من تاني. وبتعدي بعد كده بقى الايام، وبين في يوم كده بيكون قاعد في البيت لا بيه ولا عليه، وهوب فجاه بيصل له شرير وبيقول له انه هزم ابوه زمان وانه عايز يقتله وجاي ياخد حقه، بس بين بينفخه. بس اثناء المعركه العربيه بتاع جاره اتكسرت، وده ضايقه جدا وبيقول له انت مبوظ حياتي، حتى من صغرك كنت دايما بتبوظ في العربيه، وانه كل مره بتقاتل فيها فضائي مختلف كل مره العربيه هي اللي بتتدمر. وبيجيب اخره منه بقى وبيقول له انه لازم يرجع له حق العربيه، وبيشغله بعد كده دليفري وبيفضل يوصل في الطلبات. واثناء ما هو بيوصل طلب لمطعم كده معين، في واحد بين كان هزمه قبل كده شرير معاه شنطه كده وجاي يعمل صفقه، فبياخدها وبيخلع، بس بالغلط بياخد شنطه من بتاع بين. وفي نفس الوقت ده بقى بيكون سايفون عامل مزاد كده سوق سودا بيبيع فيه الاسلحه الخطيره. ولما بيجي الواد اللي اخد الشنطه من بين بيقول سايفون ان دي بطاريه الطاقه اللي انتوا عايزينها، واول ما بيطلعها بتطلع سمكه، وبيفتكروا ان البضاعه اتبدلت مع بضاعه بين. فبيبقى بعد كده الاشرار عشان ياخدوا منه البضاعه، وبيجروا بقى وبين بيتحول وبيفضل يجري وراهم وبيمسكهم وبينفخهم على الاخر، وبيرجع الطلبات بتاعته وبيروحوا وبيوصلها لحد ما بتفضل شنطه واحده بس اللي بين فاكر ان فيها السمكه بس هي فيها البطاريه. فبيجي الراجل اللي بيتحول لتلج ده وبياخد الشنطه وبيخلع فورا من المكان، فبيجري بين وراه وبيفضل يكهرب فيه هو ورجالته، وبيفضل يقول لهم هو انتوا كلكم عايزين السمكه ليه؟ فبيفتح بعد كده الشنطه وبيلاقي فيها الطاقه، وبيجي له بعد كده سايفون وكل الفضائيين اللي معاه، فبيتحول بين وبيفضل يضرب فيهم واحد ورا التاني، وهوب بوم تخ ترخ بيفضل يضرب فيهم واحد ورا التاني ومحدش قادر عليه خالص لحد ما بيهزمهم كلهم. بس سايفون بيكون اخد البطاريه وحطها في نفسه وبيفضل يضرب بين بالطاقه وبيغربله على الاخر. والصراحه يا جماعه الطاقه دي بتكون قويه جدا وبين مش قادر عليه خالص. بس بين بيتحول بعد كده لفضائي جديد، واللي اول ما سايفون بيشوفه بيترعب وبيحاول يجري بس بيخبط في الحيطه وبيفقد الوعي. فبياخد منه بعد كده البطاريه عشان يوديها مقر البلامر، وبعدها بيوصل كل الطلبات بتاعته وبيرجع للراجل ده بعد ما سدد له ديونه، وكده اتصافوا. والايام بتعدي بعد كده، وفي يوم بننتقل بقى للكوكب بتاع ازموس، والمدرسه دي بتطلع وبتحكي بقى للاطفال انهم على مر السنين كانوا دايما بيستخدموا ذكائهم وكانوا بيهزموا بيها كل الكائنات اللي هي المفترسه والاساطير والحاجات دي، الا كائن واحد بس كان قوي ومحدش كان قادر عليه، لحد ما في يوم في نيزك ضرب الكوكب وقضى على الكائن ده خالص هو وبني جنسه. وبين ساعتها بقى احنا طورنا الدنيا، وفي اللحظه دي بنشوف بعد كده كايبر والكائنات اللي معاه، واللي بيجوا وبياخدوا الدي ان ايه من الهيكل العظمي بتاع الكائن الاسطوره ده وبيحطوها في النيمتريكس بتاع الكلب، فبيجوا الحراس وبيحاولوا يضربوهم بس بيخلصوا عليهم كلهم. اما في كوكب الارض بقى فبنشوف بعد كده بين وروك واللي ماشيين بالعربيه بتاعتهم وعمالين يتكلموا مع بعض، وبيسالوا بعد كده في اللحظه دي الروك الفضائي فيدباك انت كنت بتحبه جدا وبتتحول له كتير، هو انت ليه ما عدتش بتتحول له؟ فبيفضل يفتكر زمان لما كان دايما بيتحول لفيدباك وبيستخدمه كتير وكان دايما بيقاتل بيه. وفي الوقت الحاضر بيشوف عربيه مولعه كده، فبيروحوا بيحاولوا انه يطفيها بس العربيه بتجري والسواق مش عارف يسيطر عليها، فبيفضلوا يجروا وراه لحد ما روك بيقلبها في قلب الميه وبين بينط وراها وبيقدر انه ينقذ السواق. اما في كوكب ازموس فبنشوف ازموس واللي بيشوف ان في حد بيهجم على المكان اللي هو فيه، واللي بيكون كلب كايبر ومتحول للكائن اللي انقرض ده، وبيحاولوا انه يخلص على ازموس بس ازموس بيستخبى وبيطلع جهاز عشان ينتقل بيه من المكان، بس الفضائي ده بيكون ذكي جدا ومأمن الدنيا، بس ازموس اذكى وبيعكس الجهاز وبيسحب بيه من الارض وبيفضل يتقاتل بقى مع الكلب لحد ما الكلب بيرمي عليه شبكه من الطاقه كده وبيثبته في مكانه. اما ازموس بقى فبيستخدم ذكائه وبياخد عظمه من الكائن ده وبيمسك السلاح بتاع روك، وبين بيكون بيحرر نفسه وبيتحول لبيجت شيل، بس الكائن ده بيتحول للكائن اللي هو بيسيطر عليه مغناطيسيا. اما ازموس الذكي بقى فبيخترع في ثانيه كده صفاره
واول ما بيصفر بيها الكلب بيرجع لطبيعته، وكايبر بيحاول يصفر عشان يحوله، وروك بيصفر وبيرجعه لطبيعته، وبيروح بعد كده وبيمسك ازموس. بس ازموس بذكائه بيحوله لكائن كده بيفترس السلطعونات وبيهجم على صاحبه. ولما بيشوف كايبر كل ده بيخلع فورا من قلب المكان، وبيفضلوا يسالوهم بقى فين الكائن الاحمر اللي معاكم ده، فبيقول لهم بين انه هيروح يدور عليه. بس ازموس بيقول له مش عايزين اللي حصل لفيدباك يتكرر تاني. فبيسالوا روك هو ايه اللي حصل لفيدباك، فبيحكوا له ان بين لما كان صغير ازموس حذره ان ما ينفعش يتحول لكائن واحد كتير عشان ما يفقدش السيطره عليه. بس بين كان مشاغب وهو صغير وبيفضل يقول له انه هيتحول اللي هو عايزه براحته. وفي اللحظه دي جه ميلوير عشان يهاجمه، واتحول ساعتها الفيدباك. بس ميلوير مسكه وفصل الاتنين عن بعض ودمر فيدباك خالص. وساعتها بين اتعصب وفك الساعه ووصل الطاقه بتاعتها بميلوير وفجره. بس ميلوير رجع من تاني. وفي اللحظه دي في قنابل دخان كتير بتنضرب على المكان، وكايبر بياخد النيميتريكس من الكلب وبيسيبه وبيخلع فورا من المكان. وفريقنا بقى بيمسكوا السلطعون والكلب. وعلى جانب تاني بقى بنشوف ميلوير واللي راح للقمر بتاع كوكب ازموس، وبيبدا يستخدم قوته عليه وبيفجره، والقمر بيتفكك وبيبدا يعمل نازل كتير على الكوكب بتاع ازموس، والكوكب كده هيتدمر بالكامل. فبيستعد بقى دفاع الكوكب، وبين وفريقه بيروحوا عشان يواجهوه، وبيتحول بعد كده لهيوان جسور وبيفضل يتقاتل معاه. بس الصراحه ميلوير بيكون قوي جدا وبيفضل يضربه بالطاقه، وبيكونش حد قادر عليه خالص لحد ما بيتمكن منه وبيبدا يسيطر عليه كله. بس في اللحظه دي بيجي كيفن وجوين وماكس وبيضربوه وبينقذوا بين، وبياخدوه وازموس وروك في الطياره وبيخلعوا من المكان. فبيقول لهم ازموس قدامنا اقل من ساعه وميلوير يدمر الكوكب بتاعنا، وبيقول لهم ازموس قدامنا اقل من ساعه وميلوير يتمكن من الكوكب بتاعنا، ولو عمل كده هيبقى عباره عن كوكب مسلح، وانكم لازم تشتتوه لحد ما اوصل لمكان جهاز معين كده انا صنعته هيقدر يقضي عليه وينقذ الدنيا. فبينط بقى بين وكيفن عشان يشتتوه، وبين بيتحول لويبيك وبيدوس على ميلوير وبيطحنوا في الارض. اما كيفن فبيتحول وبيلاقي الكلب ده وراه فبيستدرجوا معاه، وازموس واللي معاه بقى بيوصلوا للجهاز بتاع مضاد الفيروس بتاع ميلوير ده اللي هيقضي عليه. وميلوير بيكون ضرب دلوقتي ويبيج ووقعه، فبيقوم بين من تاني وبيفضل يضربه بالطاقه، بس بيرجع يتمكن منه وبيحاولوا انه يسيطر عليه. وازموس واللي معاه بيكونوا خلاص قربوا انهم ينتهوا من تصليح الجهاز، وميلوير بيسيطر على بين بالكامل، واللي بيفضل يفتكر بقى زمان لما خسر فيدباك، وساعتها كان زعلان جدا ومكتئب لحد ما جاله ازموس وقال له على فكره الخساره مطلوبه عشان نتعلم منها. وبيفضل يتكلم مع نسخته وهو صغير ويهون عليه لحد ما بيرجع بعد كده الوعي وبيتحول لفيدباك وبيحييه من تاني وبيطلع بقى من ميلوير. وفي الوقت ده بنشوف الكلب ده وقع عليه الحطام، فبيروح كيفن عشان يساعده، وجهاز ازموس بيشتغل وبيبدا يرمي من السما ماده كده واللي بتقضي على ميلوير. وبيجيب بعد كده الجهاز ده وبين بيوصل فيدباك بيه وبيضربه بطاقه كبيره، واللي بيحوله لحجره بالكامل وبيثبته كده في مكانه، وبكده بيقدروا انهم يهزموه وبينتهوا من شره وبينقذوا كوكب ازموس. اما كيفن بقى فبيكون الكلب ده حبه جدا وهو كمان حبه، فاخده بقى معاه ومشى فورا من قلب المكان. اما كائنات الميجا مورف اللي صنعهم ازموس بيبداوا بقى يتشكلوا على القمر اللي اتدمر ده وبيعملوا قمر تاني بديل يعني اللي ميلوير دمره. واللي حصل بعد كده هتلاقوه في الجزء الثاني من سلسله بين 10 اومنيفيرس اللي هتنزل قريب. ايه رايكم، حابين بين 10 اومنيفيرس وحابين نكمله ولا ايه؟ اكتبوا لنا في التعليقات واشوفكم الفيديو الجاي.